بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ صافا بخير؟ كنتمنى من الله كلشي يكون مزيان ان شاء الله، وكلشي يكون بخير وعلى خير. نتكلموا على واحد الموضوع اثار انتباهي، واحد الموضوع على الياس المالكي. الياس المالكي البارح وزارة الثقافة أعلنت على أن الياس المالكي خدا المرتبة الأولى كأحسن مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، كأحسن مؤثر. المرتبة الأولى الياس المالكي. واش هاد الياس المالكي فعلا مؤثر؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، واش هاد الياس المالكي يستاهل يكون مؤثر؟ وهناك العديد من الأسئلة اللي ممكن أننا نطرحهم في هذه الحلقة هذه، اللي غنكشفوا على بزاف ديال الأمور اللي ممكن أن يستافد منها المشاهد أو المتابع، أو اللي كيشاهد هاد الحلقات ديالنا وكيتبع معنا هاد السلسلة ديال الفيديوهات الطويلة والفيديوهات القصيرة. أنا كي قلت لكم أثار انتباهي، جاتني غريبة جدا أن وزارة ديال الثقافة تعلن على أن الياس المالكي واحد مواطن من المواطنين اللي كيعيشوا في هذا البلد السعيد المغرب، وكيمارس الحياة ديالو كأيها الناس، عنده صفحات هو من الصفحات ديال السوشيال ميديا أو هاد الصفحات اللاسلكية، وكينشر مقاطع ديال الفيديوهات ديالو، والناس كيشاهدوا من جميع الأعمار وجميع الأصناف، الكبار صغار الناس. المهم كيطلع لهم فيديوهات، كاين اللي كيتفرج من عن باب الحب، كيحب هذا الانسان باش يتفرج فيه، وكاين اللي عن باب الصدفه كيتفرج شويه ويدوز، كاين اللي كيكون من باب المعرفه، كيبغي فهمتيني، كيبغي يعرف وصابه. المهم مواقع التواصل الاجتماعي واحد الشبكه اللي كتجمع البشريه بجميع الاعمار ديالهم وجميع الثقافات وجميع العقائد وجميع الشخصيات وجميع الشبكه العنكبوتيه. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. هو الشبكه العنكبوتيه واحد الشبكه ضعيفه جدا، هي ماشي شي حاجه قويه. يلا قال لك ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. الله عارف هاد الشبكه العنكبوتيه غادي تكون في واحد الوقت اللي هي الانترنت، وهي اوهن شيء، اضعف شيء يتبعو الانسان، والانسان تبع الحاجه الضعيفه وخلى الحاجه القويه. هذا هو دابا المشكل اللي بغينا نتحدثوا عليه. الانسان تبع الحاجه الضعيفه اللي الله ذكرها في الكتاب ديالو، قال لكم ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. لا تتبعوا يا قوم تبع. انسان من المتابعين، هاد تبع قوم تبع مذكورين في القران، هما المتابعين يتبعون. ويتبعون فوقاش كيتبعوا ملي كيتاثروا. هنا غادي نرجعوا للسؤال، هل الياس المالكي مؤثر حتى يتمكن من ولوج هذه المرتبه الاولى كاحسن مؤثر في المغرب؟ هو فعلا لان الناس ولات كتمشي بالارقام. لو كان ما كانش عنده ارقام مرتفعه ديال المشاهدات ومتاع التعاليق، منهم التعاليق السلبيه، منهم المهم الناس كيكتبوا. انت ملي كتكتب له راه اثر عليك، سواء كتبتي تعليق زوين او خايب راه اثر عليك ودرتي واحد رده الفعل، كاين واحد التاثير عليك. انتبهتي لذاك السيد بالقلب ديالك وسمعتي لداكشي اللي كيدير ودخلك عنده.
لذاك العالم ديالو واثر عليك. والتاثير يعني كيبان من خلال انك اما كتتبع الفيديو من الاول حتى التالي او كتكتب له كومونتير. والتاثير القوي هو يعني ملي كتزيد دير واحد لايك او ديزلايك، او يعني حتى هذا هو داخل في التاثير. يعني التاثيرات المؤثرات، وهو مؤثر كيتسمى اثر عليك. لهذا حنا يعني الياس المالكي مادام الوزاره صنفاتو كاحسن مؤثر، هو ماشي احسن مؤثر، هو غير مؤثر فعلا. كيأثر على الناس، كيأثر على الكبار وكيأثر على الصغار. غير هو ما كيأثرش على كلشي، هو كيأثر على واحد النسبه كبيره. ممكن حنا ما نقدروش نقولوا داك النسبه بالضبط، لان هاد المشاهدات كيتشراو. لي فيديو ملي كتحط كاين طرق باش يعني تكثر المشاهدات، كتخلص شي بيبليسيتي على القناه ديالك كذا، وكيبقاو يتزادوا لك المشاهدات. كاين المشاهدات الوهميه اللي ما كايناش كاع في الاصل، كتزادك عن طريق الروبويات اللي كيستخدموا في هاد العمليه هذه، ولكن كتخلص واحد الفلوس. وكاين المشاهدات اللي كيكونوا حقيقيين، وكاين بزاف ديال الامور. يعني هنا نرجعوا بان الامور كتمشي، الحياه ولات عباره عن ارقام. الانسان كيعترف بالارقام. يعني شحال عندك، شحال كتسوى. يعني عندك 100 رقم او 1000 كا او مليون كا مثلا، يعني مليون كا، 1000 كا او 2 مليون متابع او 3. يعني انت راك كاين. يعني ارقام هي اللي كتحكم. وما الحكم الا لله سبحانه وتعالى. الله كيحكم بالعدل، ولكن حنا في الدنيا هنا كنحكموا بالباطل. اذا ملي ولينا كنحكموا بالارقام، يعني قداش عندك، قداش تسوى. انت هذا عنده 2 مليون، يعني راه كيسوى شي حاجه، يعني راه كاين انسان كاين. هو غيكون غير في واحد اللحظه، لان الله هو اللي كاين، هو اللي يعني كيقول الحاجه كن فيكون. يعني انت طلعتي راه غتهبط. الا كان كيحسب لكم يعني الانسان كيكون بالارقام، راه ماشي بالارقام. الانسان كيكون بالاخلاق، كيكون بالايمان ديالو، كيكون بالشخصيه ديالو القويه المؤمنه، والشخصيه يعني اللي كتكون حكيمه. هو الانسان يعني اللي وما كيأثرش عليك التاثير. يعني كيكون الانسان كاع اللي كيأثر عليك، ما خصش شي حاجه تأثر عليك فوق الدنيا. وخا يكون الانسان رسول الله، كيوريك غير الطريق. يعني كيوريك واحد الطريق اللي غتتاجه فيها انت. يعني ما كيقولكش، حيت ملي كيأثر عليك شي واحد، يعني راه التأثير هذاك، راه التأثير راه اصعب حاجه هو تأثر على الانسان. فهمتيني؟ الا غتأثر عليا باش توجهني، ماشي توجهني ليك، لان لا معبود الا الله. يعني الا توجهت ليك راه غادي تولي انت هو، يعني بحال انت هو الاله ديالي. يعني ربطت الحياه ديالي بك مع الله سبحانه وتعالى، وانت خصك تربط الحياه ديالك انت مع الله. يعني انا فوقاش نقدر نأثر عليك باش كنوجهك، نأثر عليك. يعني الا كنتي تابع شي طريق خايبه واثرت عليك بالهضره اللي هي حقيقيه باش غنرجعك لذاك التوجه، وكنبقى انا يعني غير واحد ذكرى وصافي في عقلك. يعني كان واحد الانسان وراني واحد الطريق، الله يرحم الوالدين، وكتنتبه لذاك الطريق ديالك اللي هي كتديك يعني عند الحق. والحق راه هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو المؤثر. هو يعني هذا الموضوع كبير جدا، ولكن نحاول ما امكن نختصره، لانه مبغيتش ندخل في الحيثيات ديالو بزاف. لان غريب جدا ان يعني هذه المواضيع بحال هكا ما كيبقاوش الناس كيناقشوا بحال هذه المواضيع. يعني لان مشكل، هذا راه مشكل. من يخرجوا بحال هذا ويقول لك احسن مؤثر، راه فعلا هو مؤثر. حنا ما نكرناش، يعني كيأثر على الناس، كيأثر على الناس الكبار، كيأثر على الصغار، كيأثر على البنات، كيأثر على، فهمتينا؟ راه مؤثر. والانسان ملي كيكون مؤثر يعني راه تابع لواحد الطريق خارج على الطريق، راه تابع الباطل. يعني يقدر يكون ساحر، يقدر يكون كيستعمل السحر، المهم عنده علاقه مع السحر والجن والشياطين. يعني هذا الشيء هذا ما غاديش نتهربوا منه، هذا واقع وحق وكاين ومكتوب. وواخا انت ما كتشوفوش، راه كاين هذا الشيء هذا. يعني كيشوفوه الناس اللي هما عندهم البصيره.
كيفهموا هذا الشيء هذا، كيشوفوا ما وراء الستر، ما كيشوفوش داك الشخص، كيشوفوا داك الامور اللي محيطه بداك الشخص اللي ما كيشوفوهاش الناس كامله، منها الجن ومنها السحر ومنها بزاف د الحوايج اللي هادوك هما اللي كيساعدوا على التاثير على الانسان وكيخليو الانسان يعني تابع او متابع لذاك المحتوى اللي كيقدم داك الانسان هذاك. فهمتوا الامر صعيب شويه. و نقول لكم، هو الياس المالكي يعني كنتمنوا من الله، نطلبوا من الله، الله يهديه، ان الله كيهدي. شحال من زباله ولاد جامع، حنا ما غنضحكوا عليه، حنا فينا ما نضحكوا عليه ونتريقلوا عليه، وعندنا القدره باش ننشطوا عليه. يعني داك الشخصيه المزيفه ديالو اللي كيستخدمها هو في داك النشاط وفي داك البهلوانيات ما واكلاش. حنا دابا هو المؤثر، راه نأثر عليه انا، اعوذ بالله من قولت انا، راه نأثر عليه لا في الواقع ولا في المواقع. وكان يطيح معايا بحال هكا، ونستخدموا حنا هاد المواقع في بزاف ديال الامور، في اللايفات، في المواجهه هكا، في هضره اخر ولعب لعبك. فهمتيني؟ انت بيس وانا نبيس، انت بيس وانا نبيس، يعني داك البهلوانيه ديالك يعني غنأثر عليك، والتاثير ديالي قوي على التاثير ديالك. وإلا بقيت تاثرت عليك انا، راه ما غاديش تبقى تقدر تواجه دوك الناس اللي كنتي كتاثر عليهم، وغتبان ضعيف قدامهم، ويعني داك السحر ديالك غيضعف، وغادي تعطيني الطوع بالهلا يقازيها. فهمتيني؟ كي داروا داك السحره قدام موسى، كانوا فسحروا عيون الناس، ولكن منين جا موسى ودار له سجدوا لله سبحانه وتعالى، غيردك تسجد لله. فهمتيني؟ وغيضعف داك السحر ديالك، ومني غادي تسجد لله ما غيبقاوش الناس تابعينك، الناس غيتبعوا الله عاوتاني، غيعرفوا غيتفكروا الله، لان فهمتيني انت غادي تسيبريما. ولكن غدير واحد الحاجه، غنكون انا فضل عليك باش غادي يعني باش غنوازي الامور. الناس ما غتبعني ما غتبعك، ولكن حنا كاملين كنتبعوا اللي خلق هذا الكون، ونهار وغادي نموتوا غنمشيو عنده كاملين. يعني الانسان ماشي راه كيعيش مره واحده، هنا الانسان راه كيعيش هنا وكيعيش في الاخره، غير الاخره غادي تعيش هنا راه الانسان كيعيش مؤدب وكيعيش سعيد، وفي الاخره راه عاوتاني تقدر تعيش مؤدب وتقدر تعيش سعيد. غير هنا اللي كيعيش مؤدب وكيصبر وكيحمد الله وكيشكرو وبزاف ديال الحوايج ما كيكفرش، هذا واخا معذب راه كيعيش ليه سعيد. شوف هنا فين كاين التناقض، شوف سبحان الله فين داير الحكمه. والانسان اللي كيعيش هنا سعيد وما مسوقش وغيتابع الموجات، فين ما جات شي حاجه تابعه، وكينسى الله وينسى اللي خلقه وينسى هادي، وكيكفر داك السعاده ديالو، وكيحس بالانانيه وكيحس بالنرجسيه وكيحس كيولي يبغي يتحول لسايكو، ما كرهش يولي سايكوبات، يتلاعب بالبشريه، ويعني ويدعي الالوهيه. دعوها الناس من قبل، فرعون وهامان وبزاف الناس دعوا الالوهيه. فهمتوا؟ سي راه مساله عاديه، ولكن راه غتوصل لهيه، راه غادي تعيش حزين. فهمتي؟ هنا غادي تكذب عليك نفسك لانك راك واصل، ولكن راه غادي توصل ليه، غادي تبدل عاوتاني مرحله لمرحله اخرى اللي ما غتقدش عليها، وهذيك المرحله دائمه يعني لا مفر منها. وهذه هي الرساله ديالي للدري هذا الياس المالكي. حنا ما غنتجادلوش معاك وما ندخلوش معاك في هاد الصراعات، لانك يعني ماشي شي انسان اللي يسال اننا ندخلو معاك في هاد الشيء هذا ونأثروا عليك ولا هادي، لانك ماشي شي شخصيه عامه اللي كتأثر على الكون. انت مجرد واحد الانسان ضعيف، تم الاستغلال ديالك من بعض واحد الناس. فهمتيني؟ ما كيبانوش، مخافيين، ما كنعرفوهمش، كيأثروا عليك من بلاصه انت ممكن انك انت براسك ما كتكونش كتعرفهم، يكونوا كيأثروا عليك بداك السحر ديالهم، وانت عاوتاني بداك السحر ديالهم كتمارس داك السحر عاوتاني على وحدين اخرين، وهو غير سحر، داك الشيء غير تخربيق. فهمتيني؟ وحنا نتايا شخصيه ضعيفه بزاف. حنا ما كرهناش نهضروا مع شي شخصيه كبيره اللي عندها تاثير على العالم وعلى الحروب اللي كينوضوا في العالم وعلى بزاف ديال الحوايج. فهمتيني؟ هذوك هما اللي ممكن اننا نتواجهوا معاهم، ممكن اننا نخرجوا هذيك
هذيك الطاقه باش باش نحيدوا داك السحر ديالهم، باش العالم اللي تابع شي سحر وتابع شي شرير وتابع شي كاذب شي دجال يرجع يتبع الله سبحانه وتعالى. وهادشي اللي كاين. الياس المالكي. الحياة قصيرة والعمر قصير. غادي يجي واحد النهار راه غادي طيح. قلت راه كتعرفو متعاماش عليه. الله يهديك. دوك الناس اللي كينفخوك راه هما اللي غيفشوك، غيقضيو بك المصلحه ديالهم وغيفشوك. النهار اللي غتفش غطيح، النهار اللي غطيح غادي الرن غترحل، غادي تمشي ساقط في الامتحان. تحياتي ليك وتحيه للعالم بأسره، وتحيه للشباب والشابات اللي اللي واعيين، وتحيه حتى دوك اللي مازال يلاه بغاو يوعاو تا هما الشباب والدراري يوعاو ويعرفوا بان راه هذا الكون هذا راه عنده واحد الخالق اللي هو اللي يستاهل تبعو، اللي عطاك العينين والبصر والشفتين وجعل لك النجدين و هذا الشيء راه ماشي انا عاد غادي نبداو نعاودوا هذا الشيء راه 1400 سنه باش نزل هذا الكتاب وفيه كلش وكاين في جميع الديور. وقراو باش تفهموا، باش تعرفوا، باش توعاو، باش تكونوا ناس قويين، باش ما يتمش التاثير عليكم باي وسيله، لان انفو كتاثر في الدنيا بشي انسان بحالك بحالو فهنا كتسمى انت انسان ضعيف. اما خص واخا تكون في عمرك 6 سنين ما خصش ياثر عليك حتى واحد، واخا يكون والديك ما ياثروش عليك. سيدنا ابراهيم باه كان كافر وخرج هو رسول ونبي، ما اثرش عليه باه بالنمط ديالو بالعقيده ديالو، كبر ولا هو كيقول لباه هادشي اللي كدير راه ما مزيانش. تحيه لتو الموند، تحيه للجميع. فيديو جديد ان شاء الله، نتشافوا في موضوع جديد. السلامه.